بصوا بقى، تعالوا نعرف مع بعض النهاردة بجد كل تركات الحمام المظبوط 100%. مظبوط على الشعر يا بنات، وهنعرف ايه سر لونه التحفة ده اللي هو احلى من بتاع بره، عشان حرام اقارنه بتاع بره. وتحفة والطعم خطير. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام ونشوف طريقتنا ايه. متنسيش لو عجبك الفيديو يا ريت لايك وشير للفيديو. اول حاجه تعالوا نجهز خلطه الحمام الخطيره جدا. نزلت بمعلقه من السمنه، وكمان نزلت بشويه من الزيت عشان الرز معايا يبقى مفلفل، ونزلت بحوالي بصلتين خرطاهم على ايدي. اول ما يبدا يدخل في اللون الذهبي نزلت بمعلقه كبيره من السكر يتكرمل مع البصل بتاعي. وبعد كده نزلت بقرن فلفل، وده اختياري براحتك خالص، بس بيدي نفس حلو جدا، ورشه فلفل اسود. وبعد كده هنزل معايا بكبد والقوانص بتاعه الحمام متخرطه صغير خالص. نقلبهم ونديهم تشويحه كده مع بعض. وبعد كده ندي بهاراتنا. هدي بقى دلوقتي رشه من حبهان البودر، رشه من ورق اللورا المطحون، ربع معلقه صغيره من القرفه، وربع معلقه صغيره من سبع بهارات او بهارات اللحمه، وكمان فلفل اسود. ونزود الفلفل الاسود شويه، الحمام بيموت في الفلفل الاسود، بيبقى حلو جدا بيه. وبعد كده نزلت بمكعب من المرقه، وده اختياري، شوحتهم كده مع بعض. وبعد كده نزلت برشه ملح. بعد كده غاسلين الرز ومصفينه كويس جدا، نبدا ننزل بالرز، وننزل كمان معانا بثلاث معالق كبار من الصويا صوص، بيعزز لك اللون وبيبقى طعمه خطير جدا. معايا بقى الميه المغليه، ويا دوبك نديله، يعني بصوا الرز باين، الرز باين بالظبط. نوطي عليه النار لحد ما يتشرب. انا عايزاه الرز نص سوا، مش عايزاه سوا كامل عشان ما يعجنش في الحمام. بس كده نسيب الرز بقى، الخلطه بتاعت الحمام بتاعتنا تهدى خالص. بصوا بقى، انا هنا طبعا لخصت خطوه عشان ما اطولش عليكم الفيديو. جبت الحمام بتاعي، وبعد كده نضفته كويس من جوه، شلت الفشه وشلت الكبده اللي تحت دي اللي هي اصلا بتبقى من الزفريات. وكمان سلكت الحمام بالراحه، بتدخلي صباعك كده زي ما انتم شايفين بالراحه جدا. والجلد الحمام حساس يا بنات، يعني بنحاول نفصل اللحمه عن الجلد هو بصباعك كده، وبيبقى خفيف جدا. وعايزه اقول لك ان انا ما بفتحوش من تحت، انا بفتحه من عند الزور بس. ودي يمكن اول تركية في ان الحمام ممكن ان شاء الله باذن الله تعالى ما يفرقعش معاكي، ما تقلقيش خالص. وبعد كده تبلته ببصل وملح وفلفل اسود. الخطوه دي انا متبلاها بصراحه قبليها بيوم. خلاص تمام كده. بتتبليها ببصل ومبشور وملح وفلفل اسود، بيبقى خطير جدا. وبعد كده بتبله كده من جوه يا بنات، مش من تحت الجلد ولا حاجه، انا بتبله من جوه بس ومن بره. بعد كده الرز هدي معايا، ويراعى ان الرز ما يكونش سخن عشان جلد الحمام ما يفرقعش معانا. نبدا نحشي بقى، وبحشي من فوق يا بنات زي ما قلت لكم، انا ما بفتحش جلد الحمام من تحت. خلاص تمام. الخطوه دي مهمه جدا جدا، وان شاء الله باذن الله تعالى والله عمر ما حمامه هتفرقع معاكي ابدا. اتبعي بس الخطوات وتكوني حساسه. طبعا انا مسرعه الفيديو هنا وبحشي بالراحه جدا. يراعى كمان ان احنا ما نملاش الحمام خالص، يعني ما ينفعش نملاه. بصوا من جوه بقى، هدي كده حوالي 4 معالق صغيرين بس من الرز، خلطه الرز. وبعد كده زي بنكتفها، نحط الرجل دي في المؤخره بتاعه الحمامه، والرجل دي من تحت الرجل الاولانيه. وتشيلي اي رز عليه وتعملي البوزه بتاعتك كده عشان يطلع معاكي نفس الشكل. بصي انا بقول لك بوريكي ان الجلد مهوي مش مكبوس خالص، لان لو كبستيه رز ده شور هيفرقع، والنبي لو عملتي ايه هو شور هيفرقع معاكي. بعد ما هنا خلصت الحمام بتاعي زي الفل كده، ميه على النار. اول ما تغلي الميه نزلت ببصلايه. نكهي شوربتك زي ما بتنكهي اي شوربه خالص، ورق لورا، حبهان. عايزه تنزلي بمستكه انزلي. معلقه صغيره من السكر بتساعدني على السوى وبتدي طعم حلو جدا، وكمان فلفل اسود. وبس كده. خلاص تمام كده. تعالوا بقى نشوف الخطوه المهمه جدا. انا بجيب ابره معايا، ابره تكون نظيفه كده، ومن ظهر الحماميه بخرمها، بتديها هوا وتخليها تتنفس، وان شاء الله باذن الله مش هتفرقع معاكي، ما تقلقيش بس من الظهر. وبعد كده ننزل بيه على ظهره مش على وشه يا بنات. لو نزلتي بيه على وشه من المحتمل انه يفرقع، لكن ننزل بيه على ظهره زي ما انتم شايفين بظهر الحماميه، وبخله سنان او ابره صغيره تخرمي 3 تخرام فيها من ظهر الحمامه، مش من الوش، من الوش هتفرقع اكيد. خلاص تمام. بعد ساعة الا ربع بالظبط ظبطت المنبه بتاعي على ساعة الا ربع، سوى الحمام ساعة الا ربع. بعرفه منين انه استوى؟ بطلعه كده وبالخلة الاسنان من الجناح بتاعه. اول ما تلاقي ان الجناح استوى اعرفي ان الحمام استوى، وهو غالبا بياخد ساعة الا ربع. نسيبه بقى يهدى كده. وبعد كده تعالوا نشوف. معايا شويه زيت ومعلقه من السمنه البلدي بتبقى خطيره. ومعايا بقى سر لونه التحفه جدا، شويه لبن برشه فلفل اسود ورشه ملح. وبصوا بنزل الحماميه وادهنها كلها باللبن، اللبن بيديني لون موحد جدا. وعلى نار متوسطه
بنزل الحمام معايا، وخلي بالك بقى والنبي عشان ما تتلسعيش، تخلي ايدك في الحمام. بصوا بين كل وقت ووقت على طول ايدك، الحمام بيتحمر بسرعه جدا. بصوا بقى انا ماسكه كده بالمسكه معايا، وبقلبه على الجنب عشان ياخد نفس اللون، وبقلبه تاني على الجنب التاني عشان الورك بتاعه ياخد نفس اللون. وبصوا ما بكملش والله، يعني يا دوبك كام ثانيه، وافضل اقلبه واقلبه يمين شمال. تكوني حساسه جدا في المرحله دي. بصوا بقى عشان خلوا بالكم، الحمامه هنا وقعت مني، وبصوا بسم الله الرحمن الرحيم، بصوا عملت طرطشه زيت وطرطشت عليا، خلوا بالكم. وبس كده. هقول لكم على تركيه حلو قوي، اول ما نخرجه سخن كده نديله فرشه من السمنه البلدي. شايفين بدهنه بالسمنه البلدي، بس لو سمنه بلدي، ورشه ملح ورشه فلفل اسود على الوش. وبصوا بقى بس كده، عايزه اقول لكم خطير حرفيا، بجد هيعجبكم جدا جدا. الرز من جوه مش معجن خالص، الرز مفلفل وطري وجوسي كده. وخصوصا بصوا الحمامه بتلمع ازاي. بجد يا جماعه تابعوا الخطوات بتاعتي. شايفين الرز مزبد من جوه تحفه. اتمنى الفيديو يكون لايك وشير. لو عجبكم الفيديو كنتم مع ابتسام الجبلي، والسلام عليكم.